ضعي يدك على صدرك عندما تريدين التقاط شيء عن الأرض من باب الستر لنفسك. لا تضعي قدما فوق قدم أمام الرجال أبدا، وهذا من باب الأدب، والأفضل أن تجلسي وأقدامك قريبة من بعضها. لا تصعدي السلم وخلفك رجل، بل قفي على الزاوية واصعدي بعده. لا تركبي في المصعد مع رجل غريب، انتظري خروجه واصعدي بعده. ابتسمي بهدوء، ولا تضحكي بصوت مرتفع. اجعلي دائما مسافة كافية بينك وبين أي شخص تتحدثين معه. الرجال في الشارع غرباء من غير الأب والأخ، فلا يجب التحدث لأحد، فهناك مرضى نفسيا بالتحرش حتى لو كانوا أقرباء. لا تسردي كل حياتك في الحافلة أو في سيارة الأجرة، فللجدران أذان، ولا ترفعي صوتك، واكتفي بالتسبيح بهدوء. قد يرى البعض أن هذه السلوكيات اندثرت وانتهت، لكن دورنا أن نعيدها، فهي جزء أصيل من ديننا العظيم.